لو انت لسه مبتدئ في الجيم متصعبهاش على نفسك، يعني ما تعقدش الامور. اول حاجه في التمرين بتاعك ما تحاولش انك تحايز او تركز على البايسبس من اللونج هيد او الشورت هيد او كل الكلام ده. لا، الاهم انك تنزل تتمرن وتستمر، وكده كده هتشوف نتائج بس بعد استمرارك وان انت تبدا تتمرن. واي اكتيفيتي هتعملها عضلاتك هتستفاد باي شكل وباي زاويه. ما تركزش على زوايا معينه او الياف عضليه معينه، لان انت لسه اوريدي بيجنر اصلا، فاي حاجه هتعملها كمبتدئ هتستفاد بيها في التمرين. تاني حاجه والنيوتريشن او التغذيه بتاعتك، ما تقفلهاش على نفسك وتصعبها على نفسك بدايت قاسي مره واحده. حتى لو عايز تخس او حتى هتبني عضلات، بس ما تقفلش الدنيا على نفسك. اول حاجه تعملها بس انك تنظف اكلك. ازاي؟ هو اول حاجه انك تبعد عن اكل الشارع او الفاست فود، وركز في الاكل اللي بيتعمل في البيت. ويا ريت طريقه الطهي تختلف او تكون طريقه الطهي بتاعته صحيه شويه. ما تركزش على السعرات، ما تحسبش سعراتك في الاول عشان ما تتعقدش وتقفل نفسك من الموضوع ده. والاهم والستيب الثانيه المهمه ان انت تدخل بروتين على قد ما تقدر في اليوم، او على الاقل في كل وجبه تحاول تدخل كميه بروتين، وبرضه ما تحسبهاش في الاول. قدام شويه مع تمرينك واستمرارك ولما تشوف نتائج او لما تحب الموضوع ابدا احسب سعراتك. ما بقولكش ما تحسبش، احسب سعراتك وابدا احسب الماكروز بتاعتك، الكربوهيدرات والبروتين والدهون الصحيه والكلام ده كله، وقسمه واعمل لنفسك جدول. وصدقني هتتطور في كلتا الحالات، بس اهم حاجه تستمر. سلام.